السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي نعمل محشي ورق العنب وازاي يطلع دايب وبيلمع. هنعمله بطريقة إعداد سهلة قوي وأبسط من طرق تانية كتيرة، خصوصا الناس المبتدئين اللي أول مرة يعملوه في حياتهم. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة قوي، الخلطة والتسوية وكل حاجة. الموضوع هيبقى بسيط وهيطلع معاكم طعمه تحفة من أول مرة. يلا نبدأ بالطريقة. أول حاجة هبدأ بتجهيز ورق العنب، بشيل منه الساق وما برميهاش، هحتاجها فبشيلها وبحطها على جنب. مية قبل ما توصل على الغليان بتكون سخنة جدا، بحط فيها الورق وبغطسه كويس في المية وأسيبه لحد ما يطرى. بياخد من 30 ثانية لدقيقة، مش أكتر من كده. وبشيله وبصفيه كويس، وبحطه في طبق فيه مية من الحنفية وبغسله وأصفيه كويس. والساق اللي إحنا شِلناها قبل كده من ورق العنب باحطها برضه في المَيّة المغلية لمدة دقيقة كاملة، وباشيلها وباغسلها بمَيّة من الحنفية. نيجي لخلطة المحشي، هاحتاج كمية الرز اللي هاستخدمها، وبقدونس وشبت وكزبرة مفرومين ناعم، وبصلة كبيرة مفرومة، وهاضيف الصلصة، عملتها معاكم قبل كده في محشي الكرنب، وباحط عليهم زيت. علشان أنا استخدمت كيلو رز فاحتاجت كوباية زيت. وباضيف الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة، وبقلب كل الخليط ده مع بعض. يلا نبدأ بقى في الحشي. عندي جنبين، جنب خشن وجنب ناعم. بحط الجنب الخشنة هي اللي بتكون فوق، والجنب الناعم بتكون تحت. وبحط معلقة من الخلطة، وبساوي الرز كويس، وبتني الورقة عليها من فوق، وبطبقها من الجنبين، وألف وأشد وأنا بلف علشان يطلع صباع المحشي متماسك ما يطلعش طري. وبس. وإذا لقيتِ ورقة مقطوعة أو صغيرة باحط عليها ورقة تانية ومش هنرميها طبعًا، وباتعامل معاها كأنها ورقة سليمة، وباطبّق من الجنبين وألفّها. وفي طريقة تانية للَف محشي الورق العنب، باحط الخلطة على ورقة العنب وباتنيها من فوق، وأطبّقها من الجنبين، وأتني عليها الكيس البلاستيك وأسحبه لفوق، وبس بيطلع بكل سهولة. وباحط الأعواد دي في قاع الحلة، بتخلّي طعم المحشي رهيب، هي اللي بتدّي له الطعم القوي. وبارص ورق العنب وأخلّيهم قريبين من بعض علشان وهو بيغلي ما يفُكِّش والرز يطلع منه. وما باحطش ليمون في التسوية، باكتفي بالأعواد اللي إحنا حطيناها قبل كده، الليمون بيبقى ساعة التقديم. وباضيف عليهم الشوربة السخنة أو مَيّة مغلية وأدوّب فيها مكعبين مرقة جاهزة، وأخلّي الشوربة تغطي الرصة اللي قبل الأخيرة. وباضيف عليهم ربع كوباية زيت أو معلقتين سمنة، وأسيبه على نار عالية لحد ما يغلي غلية قوية، وبهدي النار لحد ما يستوي. هو بيستوي على نار هادية، وبياخد وقت في السوا من ساعة ونص لساعتين أو حسب الوقت اللي هياخده، فسيبوه براحته. وأول ما يستوي بطفي عليه النار وأسيبه يبرد في نفس الحلة علشان يتشرب كمية السوائل اللي نزلت منه، وبيبقى دايب وطري وفيه لمعة رهيبة. باتمنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم إيه، وإذا حبيتم الفيديو بتاع النهاردة اعملوا لايك، وإذا كنتم مش مشتركين في القناة اشتركوا. أشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.